أمس أيها الأبناء، باختصار أنت إذا رأيت أمك ترى ليست أمك كائن حي فقط يمشي على الأرض. أمك هي الجنة، ثم الجنة. نعم. أمك أوسط أبواب الجنة مع أبيك، الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا تكلمنا عن الجنة، أنت إذا جعلت أمك تطلب منك أن تفعل فلست بارا إلين تبدأ تفعل الفعل قبل طلبه. البنت اللي عليها غسيل المواعين والثاني عليها الطبخ، أنت إذا احتاجت أمك أنها تقعد تحت في الدور الأول وتنبح صوتها يا فلانة يا بنت يا بنت، تناديهم وهم يتسحبون تحت البطانيات قايمين تعبانين سهرانين الأمس، أو بعضها شغالة على الجوال ولا بعضها تكلم زميلتها. طيب يوم يوه هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت يوه أو أوف أو خلاص طيب سمعت، شفت الصوت هذا اللي أنا أقوله، كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. كبيرة يعني تخرج الإنسان من كمال الإيمان إلى الفسق. وقال أهل العلم ارتفاع الصوت على الأم أو الأب كبيرة تخرج الإنسان من الإيمان إلى مثل صوتي الآن وأنا أرتفع. لو أقوله قدام أمي كذا صوتي هذا، لو أقوله عند أمي أنا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك احذروا أيها الأبناء، احذروا. كان الحسن البصري إذا كان عند أمه لا يطلع منه صوت إلا صوت ضعيف، فلما سئل عن ذلك قال أنا بين يدي من رضا الله في رضاها. أبنائي إذا غضبت أمك ترى ما يبلز على أمك هذه اللي في البيت أو يزعل أبوك، لا، اللي غضب هو الله. إذا غضبت أمك غضب الله، وإذا غضب الله سلب السعادة من قلبك. وأتحداك تفرح في العيد، وأتحداك ولو لبست أجمل ثوب، ولو